السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جمعه مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو. اليوم ان شاء الله معكم فيديو جديد، غنشارك معكم الكيكات اللي درتهم فقط في فيديو قصير. ما درتش معكم المكونات، دابا غنشارك معكم المكونات وطريقه التحضير بالتفصيل. كيجيو هشاش، كنعمرهم بهاد الكريمه ديال الكراميل وكنزينهم بطريقه تاع الكركاع. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. تبعوني الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير الجد مبسطه. اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم وخليكم معايا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش كيف ديما بلايك وبارطاج. كيف كتشوفوا من الداخل راه كتجي هشيشه وكتجي ديك الكريمه عاقده، كتجي رائعه مذاق ومنظر، كتجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبارطاج مع الاصدقاء باش تعمل فائده. وكنبغي نشكركم مره اخرى على المتابعه ديالكم. اذا نخليكم معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا قبيصه د الملحه، عندي كاس الا الربع ديال زيت نباتيه او زيت المائده، عندي 2 كؤوس ديال الدقيق، نفس الكاس باش عبرتو الزيت عبروا به الدقيق والحليب وجميع المكونات. عندي كاس الا الربع ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الحليب وواحد ياغورت ديال الفاني، كيبقى اختياري ممكن ما ديروهش. عندي 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي ساشي ديال الفاني وساشي ديال البيكينغ باودر اولا خماره من فئه 8 غرام، وشويه ديال الفيرميسيل اللي كنت ديجا دايراه في الثلاجه باش ما كيذوبش لكم في وسط الخليط. غندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير كيف كتشوفوا معايا، درت 2 بيضات في واحد البول، درت معاه قبيصه د الملحه ودرت معاه كاس الا ربع ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده ممكن ديروا فقط واحد نصف كاس، يعني كيبقى على حسب الحلاوه كل واحد. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف يدير كاس، ولكن كيجيني انا نصف كاس، كاس الا ربع كافي وتجيكم باش ما تجيكمش حلوه بزاف. صافي ضفت هنايا كيف شفتوا معايا، ضفت سكر سنيده، طربت البيض والسكر سنيده حتى طلعوا، ضفت ليهم الحليب وضفت كذلك العلبه ديال الياغورت اولا دانون، وغادي نضيف الزيت تدريجيا وانا كنطرب، يعني ما كنزقوش من التراب، ولكن ما تضيفوا هاد العناصر حتى يطلع معكم البيض والسكر مزيان. صافي دابا غادي نخلي هذا الخليط هذا وغادي ندوز، غناخذ غير واحد الطراب يدوي هو باش غادي ندخل الدقيق والخماره في الخليط. كيف شفتوا معايا هاد الدقيق 2 كيسان غربلوهم من قبل. صافي وغادي نضيف ديك الساشي ديال الخماره. هاد العبارات مضبوطين غتجيكم الكيكه كيف شفتوها معايا في الفيديو. صافي غادي نخلط الخليط ديالي على هاد الشكل هذا حتى كيدخل لي داك الدقيق وسط الخليط، يندمج الدقيق مع الخليط. وعاد ندوز باش نضيف كيف كتشوفوا راه كيجي هانتوما. باش تعرفوا الكيك ديالكم راه الخليط القوام ديالو هو هذاك، فاش كترسموا رقم 8 كيبقى عندكم واحد شويه عاد كيغبى ما كيبقاش يبان. صافي دابا ضفت الفيرميسيل تا هو غندخلو تدريجيا، وغادي نخلي الخليط ديالي على جنب وندوز نحضر لي ميني مول ديال الكيك، المولات الصغار غنحضرهم بواحد التخليطه عوض نبقاو ندهنوا الزيت وعاد نديروا الدقيق. غتشوفوا معايا الطريقه ما كيلصقوش نهائيا، جربوها اكيد غتوليو مدمنين عليها، ما غتبقاوش تستغناو على هذه الطريقه هذه. خليت واحد الزليفه درت فيها شويه ديال الزيت وغندير فيها الدقيق باش تجيني الخليط ماشي كريمي وماشي جاري بزاف، بين وبين. هانتوما غادي تشوفوا معايا. صافي كيف شفتوا معايا كيجي الخليط على هذا الشكل هذا. صافي غناخذ المولات ديالي وغادي ندهنهم كاملين، ندهنهم جيدا بلا ما نرش ليهم دابا الدقيق. صافي هذا الخليط كافي. صافي كنكمل المولات كاملين اللي عندي وكنعمرهم كيف شفتوا معايا هنا. من بعد ما صبيت الخليط في المولات، عندي الفرانيه اما تشعلوه من قبل كيسخن، كتخليو الكيكات ديالكم حتى كتشموا الريحه. تقريبا ما كيتعطلوش عندنا هادو بزاف، كيبقاو تقريبا واحد نص ساعه. المهم تحاولوا ديروا كيردون حتى تتلقاو الكيردون ناشف، يعني راهم طابو ياهم وجدوا. كتهبطوهم كديروا عليهم العافيه من الاعلى باش كيتحمروا كياخذوا لينا اللون الذهبي. في هاد الاثناء انا دزت من بعد ما طابو وخليتهم حتى بردوا، غندوز نحضر الكريمه. هنا الكريمه انا في اول مره درتها كنت درت نصف لتر ديال الحليب، ولكن نصف لتر كيجي كتير بزاف. فقط فاش درت عمرت لي كيك وضفت ليهم درت داكشي اللي تبقى لي درتو في كاس كيسان ودخلته للثلاجه كفلون. هنا عندي بالنسبه لنصف لتر
درت فيه معلقه ديال الكراميل اختياريه، اللي ما عندكمش ممكن تستغناو عليها. درت كذلك واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، وواحد 3 المعالق ونص حتى ل 4 المعالق ديال الكريم باتيسير، وضفت ليهم واحد 2 فلون ديال درهم، فلون جابون. وضفت هنايا ما تشداتليش في الفيديو، ضفت واحد معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وبقيت كنخلط في الخليط ديالي على النار حتى كخدا ليا هذا القوام هذا ثقيل. صافي غنضيف ليه هنا 2 فلون ديسير ديال الكراميل بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نخلطهم حتى كينسجموا. وندوز نفرغ الكريمه ديالي، نفرغها في الكيكات اللي جاو صراحه من اروع ما يكون. وضفت هنايا واحد القطعه ديال الشكلاط فقط اختياريه، ممكن ما تضيفوهاش، فقط بهذاك دانيت كراميل كيجي المذاق ولا اروع. كيف كتشوفوا الكيكات راه كيجيو هشاشين، كيجيو رطبين، كيف كتشوفوا معايا كيجيو من اروع ما يكون. هنا راه حتى محيدتهم من الفران وخليتهم بردوا مزيان، عاد غادي نعمرهم بالكريمه. ما ديروهمش هما سخان، يقدروا يسقوا لكم في المولات، خليهم حتى يبردوا عاد حيدوهم من المولات. هنا من بعد ما عمرتهم بالكريمه زينتهم بنصف حبه ديال الكركاع في كل كيكه. صافي. وهنايا عندي هاد الصلصه ديال الكراميل اختياريه، ممكن ديروها ممكن تستغناو عليها، فقط كدير واحد البغيونس من فوق داك الكركاع. كنديرها خطوط بهذا الشكل هذا. صافي. وكندخلهم للثلاجه حتى كتبرد الكريمه مزيان، ونقدموهم بالصحه والراحه، راه كيجيو من اروع ما يكون. وممكن كذلك تزينوهم بخطيطات ديال الشكلاط حتى هما يقدروا، اللي ما عندوش صلصه الكراميل هذه اللي زينت بها ممكن تضيفوا ديروا تزيين بخطيطات ديال الشكلاط. وكتجي كيف كتشوفوا انا قربت لكم وحده كتجي صراحه، كتجي صراحه واخا نشرح واخا نوصف لكم راه ما نوصفش لكم بالدرجه. الا عجبتكم ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش بارطاج مع الاصدقاء، وتعليقاتكم اللي كيفرحوني. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله، وشكرا لكم بزاف.